اهلا بيكم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التريبل كونسترينز، التايم والكوست والسكوب، وشفنا ازاي هما بيتفاعلوا مع بعض، بيأثروا في بعضهم. ولكن ده كان زمان. دلوقتي عندنا حاجه اسمها المودرن كونسترينز. ايه المودرن كونسترينز؟ الثلاثه زاد عليهم 4 تانيين، فبقينا بنحاول نوازن ما بين 7 اضلع مش 3 اضلع. اتحركنا من المثلث الى شكل سباعي ب7 اضلع. ايه اللي زاد عليهم؟ لسه التايم والسكوب والكوست موجودين، زاد عليهم الريسورسز. وهنا كلمه ريسورسز شايله الاثنين، هيومن ريسورسز ونون هيومن ريسورسز. زاد عليهم الريسك جوه المشروع بتاعنا، زاد عليهم الكواليتي، وزاد عليهم كمان الكاستمر ساتسفاكشن. اللعبه هنا ايه؟ اللعبه هنا ببساطه شديده تاني، لو غيرت في طول اي ضلع من اضلع دي، زودته او قللته، ده هيأثر على الاقل على ضلع واحد، ده لو ما اثرش على اكتر من ضلع. طيب الكلام دون معناه ايه؟ معناه ان حضرتك وانت شغال في المشروع بتاعك لو هتعدل في اي واحد من ال7 اضلع دول، بص على ال6 التانيين هيحصل لهم ايه. يعني على سبيل المثال جاي لنا تعديله في المشروع بتاعنا ان احنا هنضيف شغل جديد في حاجه جديده اتطلبت، ايا كان مين اللي طالبها وايا كان السبب اللي هو طالبه عشانها. في الاخر انا بعدل هنا في السكوب بتاعي. تعالوا نبص تاثير التعديله دي على بقيه الاضلاع. تعالوا نبص على السكوب نفسه. هل السكوب نفسه ممكن يتعدل؟ احتمال يحصل تغيير، احتمال يحصل تغيير، لان ممكن يبقى فيه تعديلات بتأثر في بعضها. فلو انت عدلت دي محتاج تروح تعدل حاجة تانية معاها، او جايز حاجتين او 3 كمان معاها. فبص على ايه تاني جوه المشروع احتمال يتأثر كسكوب، كورك، كأعمال جوه المشروع بسبب التعديلة دي. تعالوا نبص على الهيومن ريسورسز. هل نفس العمالة اللي موجودة عندك قادرة على تنفيذ الشغل بشكله الجديد او بالمواصفات الجديدة؟ جايز وجايز لا. احتمال تلاقي نفسك محتاج ناس بمواصفات مختلفة عشان تأدي الأعمال الجديدة، فتبدأ تهاير أو تبدأ تعين ناس جديدة معاك في المشروع. مش بس كده، ممكن تكون محتاج تريننج ليهم، ممكن يكون محتاج equipment أو رو ماتيريال، محتاج معدات وأدوات وخامات مختلفة عشان تنفذ الأعمال الجديدة، فده ممكن يأثر على النون هيومن ريسورسز. مش بس كده، احتمال ده يحتاج وقت أطول، هايل. احتمال كمان يحتاج زيادة شوية في المصاريف بتاعتنا، في البادجت بتاعتنا، بس ده لو اتعمل احتمال يزود الكاستمر ساتسفاكشن او يحسن الكاستمر ساتسفاكشن. ده كمان ممكن يزود او يقلل الكواليتي اللي موجودة معانا في المشروع. يعني ببساطة ممكن ده يرفع ريسك او يقلل ريسك جوه المشروع بتاعنا. تخيلوا معايا الطلب مننا تعديله بس، نعدل حاجه جوه السكوب بتاعنا، لفينا على كل الاضلع عشان نقيس مدى التاثير عليها. ده اللي بنسميه امباكت اناليسيز، وده حالنا في البروجكت مانجمنت. لو بنعدل وبنغير في اي قرار من قراراتنا جوه المشروع، على طول بنعمل امباكت اناليسيز، على طول بنشوف تاثير القرار ده من قبل ما ننفذه على بقيه البروجكت اسبيكتس، بقيه نواحي المشروع بتاعنا. جايز نوصل لقرار لا يا جماعه الموضوع كده اصعب بكتير من مجرد الجمله اللي انتوا طلبتوها، ده تاثيراته اعلى بكتير، وبالتالي ممكن نعتذر. مش بس كده، وده قابلني كتير قوي في مشاريع زمان. لما كنت بعمل الامباكت اناليسيز وبعرضها على الشخص اللي بيريكوست، بعرضها على الشخص اللي طلب التعديل، ويشوف حجم التاثير بتاع التعديله بتاعته، هو نفسه ممكن يقول لا خلاص انا مش محتاجها لو ده هيكون تاثيرها. ده المودرن كونسترينتس بتاعتنا، وده ببساطه شديده جزء من حياتنا اليوميه. امباكت اناليسيز في حاله تعديل اي حاجه، ارجع وراجع وشوف التاثير هيكون شكله ايه على بقيه المشروع بتاعك.